حرفيا عنا ضيوف برا ودخلت عشان بس اصور لكم. شو بدكم احسن من هيك؟ بشوف اليوتيوبرز التانيين، الله انا بحس يعني انه اليوتيوب بياخد حياتي وانا يعني بدي انبسط وبياخد كتير وقت اليوتيوب، وانا بدي اعمل اديت وبنفسي ارتاح، بس المشكلة عندي اديت وعندي. بدك ترتاح حبيبي؟ تعال عندي، بدي انا اريحك. امسكك من هون. شو شد لي حيلك حبيب قلبي، احمد ربك انك انت يوتيوبر بلا دلع بس. ولا المهم، شفت منشن، هذا المنشن الصراحة شوي مخيف. هلا حتفهموا ليش شوي مخيف، خلينا نشوفه مع بعض. وهدلك شيبة وزيزتا وسيبا خاطر حتى شو مشتاق البوساتي ومن حضنك اخذ عطا. ما شاء الله، يعني غنائك حلو، صوتك حلو، بس الصدى اللي حاطيته يعني الصراحة عطى شوي هيك مؤثرات صوتية مخيفة مع يعني الحركات اللي عم بتسويها بوجهك. الصراحة شوي يعني الفيديو رايح على رعب. اعطوني رأيكم في سوايتي. سوايتي هاي شو بالضبط؟ واعطوني هاي شو؟ انه على اساس دلع؟ وين الدلع بالموضوع؟ انا شايف فيلم رعب قدامي. وهاتلك شيبة وسيزتا. المنظر الصراحة شوي بيخوف. الهدف تاعك كان رومانسية، اللي شفته أنا فيلم رعب، فما تعيديها مرة تانية. المهم خلينا هلأ نروح نشوف منشنات تانية. سلام. سفير السعادة، أذيته للولد، حرام عليك، وقاعد على اللعبة تاعته وخبطت راسه من ورا، كل هذا عشان تصور بس هذا التيك توك. سفير السعادة جدا غريب الصراحة. عمو أنا ما بعرف ليش أنت بتضلك بتسوي لي فولو انفولو فولو انفولو، يعني أكثر من مرة سويتها. خلص خذ قرارك، شو بدك بالضبط؟ هل بدك تكون صاحبي ولا بدك تكون عدوي ولا ما بدك تتابعني؟ شو ما بدك اعمل، بس خذ قرار وامشي عليه. مش كل يوم تعمل لي فولو بعدين لما انا اسوي لك فولو باك تعمل لي فولو. شو بدك عمو؟ مشان الله، الله يسعدك يا سفير السعادة، بس انتبه كمان على الأولاد الصغار. أذيت الولد يا أخي، عادي راسه ينفتح من الحركة هاي اللي عملتها فيه، كله عشان تصوير تيك توك. مسلمي لا ما بغيمة أنت بغيم يهودي زونات. ها محمد، أنا بحبك يا محمد، أنا بحبك. خالفوه الشرطة فطلع من دينه. عرفتوا في ناس بيحكوا يا أخي والله طلعتني من دين، استغفر الله العظيم. هذا حرفيا هيك صار فيه، كان يهودي بعد ما خالفوه اليهودية طلع من اليهود، خلاص صار مسلم، سجد لهم بحبك يا محمد. شو هاي المخالفة؟ شكله مخالفين ومخالفة مرتبة عشان هيك صار فيه. لهاي الدرجة اليهوديين يعني بايعين دينهم؟ أنا مش فاهم، عشان مخالفة طلع خلاص صار مسلم. حميد اليوم جايك ترتبني والله قاضيها بالشغل بالعمالة وما لحق. تشتغل عمالة؟ اي والله. هو هذا وجهك مال عمالة يعني شي مال مهندس؟ ليش تجلد فيه للرجال؟ جاي عندك يحلق، حرام عليك، هذا وجه مال عمالة، ما يعني انت شو مهندس؟ وبعدين شو هاي الصورة اللي حاططها تحت؟ لا تحكي لي انه هاد بس يخلص هيك راح يطلع شكله، مشان الله لا تحكي لي. What is that? شو هذا القرف اللي شايفه انا؟ عرفتوا رسوم اد اند ادي؟ في كم بنت هيك شعرها ازرق، راح احط لكم صورتها انا، والله العظيم انه طالع شبهها. شو عمل فيك هذا؟ مدلل البيت يا اخي، بتشتغل كمان عمالة، بدك تروح انت اصحابك هيك على الشغل بكره تروح لهم بهذا المنظر، حيفكروك اشي تاني، ما حيفكروك يعني رجال، حيحكوا لك تعال شوي هون على جنب خلينا نتفاهم مع بعض.
علي، انت فاهم علي شو راح يصير فيك. شو هذا اخوي؟ عماله وهيك اخر شيء عملت بحالك شعر ازرق وخصله من قدام زهري. يقبرني، تستاهل بس يا اخي تستاهل. انت رايح برجليك عنده لمدلل البيت وكمان خليته يحط لك واكس على لحيتك، فبتستاهل. روح خلي يصير شكلك زي هداك الرسوم، البنت اللي بالرسوم. اوكي دفشته، بعدين مسكت ايد هاد طيب برجله، ايوه امشي قدامي. طيب عملت هيك. شو هاي هيك؟ انه يا الله مو عاجبني؟ طيب شو الهدف من الفيديو؟ والله الصراحة ما بعرف شو الهدف من هذا الفيديو. خليني ادخل عندهم القناة تاعتهم التيك توك تاعه، يمكن يكون في جزء تاني يعني للفيديو، بس لاني اول جزء انا ما فهمت. في اشي تاني اكيد، لازم يكون في اشي تاني. طلع ما في اشي تاني، بس في هذا الفيديو منزله هديك السنة، يعني صار لي هو سنة ما منزل. طيب اجت تحكي، بعدين ما رضي، وبعدين مر من قدامهم هاد عم بيشلح النظارة، ما شاء الله. ووو ناداها، طرقع كتفها، عملها هيك. شو هاي هيك يعني؟ والله هذا كمان الفيديو الصراحة ما فهمته. اوكي اخوي انت صار لك سنة مو منزل، هذا الفيديو نازل هديك السنة، وانت عندك بس هاي الفيديوهين بالقناة تاعتك بالتيك توك، يعني انت صار لك قاطع سنة بتجهز محتوى، اخر شيء طلعت لنا بهذا الفيديو. خلينا نشوف منشن تاني يا اخي. ابو بيان صار لك زمان مو منزل، انت وين؟ زمان عنك بالتيك توك، زمان ما شفتك بالتيك توك. راجع على التيك توك متحجب. شو صار لك ابو بيان؟ ليكون غسل مخك من هاي الالوان وهاي الاشياء، تحولت صرت بنت. شو فيك يا ابو بيان؟ شو هذا؟ خليني افوت حساب ابو بيان يا اخي، والله تحمست زمان عنك يا ابو بيان، والله مشتاق لك. يا حبيبي انا حبيت اتحدث بدون سبب، اوكي؟ بدون سبب. لا يا ابو بيان ما بصير هيك، حجاب وما حجاب اترك هاي الاشياء على جنب. شو انت خلص عجبك الوضع، مش لانه جاب لك مشاهدات خلص عيدها 1000 مرة. كتير شايف فيديوهات لابس فيها حجاب، انت دخلت حسابك عبارة عن وحدة متحجبة بس عندها شنب ومسكسوكة. ايش في يا ابو بيان؟ ما بصير يا اخي انا عرفت هذا المشهور اللي على اليوتيوب كان حاكي عني، يا اخي والله عرفت، والله عرفت يا زلمه. حلوا عني، انتوا شو بدكم مني؟ انا بدي اوصل 1000 وفتحوا لي. يا اخي وصلوا ابو بيان 1000، وصلوا ابو بيان 1000 عن جد. هم يا ابو بيان بس بدهم اياني اعرف انك انت رجعت على التيك توك، لانه انا معجب كبير الك، من المعجبين الكبار، يعني مستنيك كنت ترجع على التيك توك، مشتاق لك بشكل مو طبيعي يا ابو بيان. من زمان انا كنت اتابعك، زمان هذا الكلام من 4 سنين 3 سنين انا كنت دائما اتابعك. في مجال تردي على سماي، في مجال ترد على سماي. انا هاي حافظ اللقطة هاي كاملة، حافظها كلها من بدايتها لاخرها. فيا ابو بيان انا متابع من متابعينك القدماء، فعشان هيك بمنشنوني على فيديوهاتك عشان اشوفك، اعرف انك انت رجعت. يجيني هذا الخبر انه ابو بيان رجع، الحمد لله انه رجعت. يعني المحتوى تاعك الجديد اشي بجنن ما شاء الله، شايفك لابس حجاب وحركات. استمر يا ابو بيان، استمر، محتوى جديد الي، استمر انت ما عليك، كمل. وبس هذا هو الفيديو لليوم. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم على خير. في امان الله.